اهلا بيكم حبايبي. لو بتحبوا الاكل البيتي يبقى مكانكم معايا هنا هتلاقوا وصفات سهله وسريعه وكمان اقتصاديه. تابعوا الفيديو للاخر ومتنسوش اللايك والشير، ولو اول مره تشوفوني اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. يلا بينا. النهارده هنعمل طريقه الملوخيه على الطريقه الاصليه. اول حاجه هنجيب معانا فرخه، هنغسلها كويس جدا. طبعا الاول هنشطفها تحت الميه، بعد كده هنعمل لها محلول نقع. بس قبل ما نعمل لها محلول نقع لازم نقطر عليها ليمون من جوه، بنعصر من جوه ليمون ومن بره وندعكها كويس جدا. وبعد كده بنروح جايبين طبق، نجيب فيه طبق فيه ميه، بنحط فيه معلقه سكر كبيره ومعلقتين ملح، وبنحط جنزبيل. الجنزبيل مهم جدا، بيشيل اي زفاره خالص. وبتروح حاطه بتعصري بقيه الليمون اللي عندك وتحطي القشر كمان معاه، وتنقعي الفرخه مثلا لمده نص ساعه. كده انت هتضمني هتطلعي احلى شوربه للملوخيه، ما يبقاش فيها زفاره. وكمان بقيه الشوربه ممكن تشربيها عادي، تعمليها لسان عصفور وهتبقى طعمها جميل جدا. بس كده انا عملت محلول النقع وحطيت الفرخه فيها وبس، وهركنها مثلا لمده نص ساعه لغايه ما تتنقع. وبعد كده هروح جايبه الفرخه، هشطفها كويس جدا الميه واحطها في مصفى تتصفى خالص. لما تنشف خالص هروح جايبه لها بقى ايه، بصلايه هنتبلها قبل ما نحطها في الشوربه، في الميه بتاعه الشوربه. هنجيب بصلايه نبشرها كويس على بشر ناعم، وهنجيب ملح وفلفل نحطهم على البصلايه. وكمان حرق الطماطمايه دي تكايه جميله جدا فعلا، مش هتخلي في الفراخ في زفاره. بتروحي جايباهم تروحي دعكاهم كويس جدا مع بعض وتحطيهم، تدعكي بيهم الفرخه من تحت الجلد ومن جوه كمان ومن بره، ومثلا تركنيهم شويه لغايه ما الميه تغلي. بتجيبي طبعا حله وتحطي فيها ميه، تحطي مثلا نصها ميه، ما تحطيش الميه علشان لما تيجي تحطي الفرخه الميه ما تنزلش منك على البوتاجاز. تمام زي ما انت شايفه كده بالظبط. لازم تدعكيها جدا، تخلي البصل والطماطم في كل مكان. كده انا معايا الميه جهزت وغليت. بتجيبي بقى في الميه تحطي ورق لورا، تحطي ملح وفلفل، وتروحي حاطه بصلايه مبشوره، بصلايه متقطعه وجزرايه برده متقطعه، ونص طماطمايه التاني اللي انت مثلا خدتي نص طماطمايه بشرتيها والنص التاني خليتيه اهو. تروحي حاطه فيها الفرخه وتروحي ايه سايباها تغلي. تمام. واول ما تغلي بتكوني بتشوفي الريم، لو في ريم على الشوربه بتشيليه. ليه؟ دي برضو بتخلي الشوربه طعمها جميل جدا اول ما تشيلي الريم، وتخلي الشوربه لونها يكون فاتح ما بيكونش غامق كده. بتشيلي، لازم تشيلي الريم. انا دلوقتي خدت جزء من الشوربه عشان اعمل المرته بتاعت الملوخيه. بعمل فيها ايه بقى؟ بروح جايبه جزء من الملوخيه، جزء من شوربه الفرخه، واروح حاطه عليها بصلايه مبشوره وطماطمايه مبشوره، وظبط الملح والفلفل